بعد 18 سنة قسما بالله بقول لها يا أمي كل كلمة قلتيها كان صح. لا أخ نفع ولا أخت نفعت ولا نفع لي ولا شفع لي أي حاجة غير بس ستر ربنا عليا ودعوتك ليا. أما الباقي فزي كل الناس اللي حواليهم بينهشوا فيهم. عشان كده اتعودت كل يوم 27/7 من كل سنة أفكركم وأفكر نفسي إن دي رسالة من كل واحد أمه متوفية لكل واحد أمه وأبوه وأحبابه لسه بخير. أحب أقول لك خلي بالك، مش لازم تستنى الموت يخطف الغاليين من حواليك عشان تعرف قيمتهم، ولا حتى لازم تستنى المواقف الصعبة عشان خاطر تعبر لهم عن حبك ليه. مادام لسه فيهم وفيك الروح يبقى ما تتأخرش، ويا روح ما بعدك روح، عشان ما ينطبقش عليك مقولة ما عرفتش قيمة الحاجة إلا لما راحت منك. في 27/7/2007 اتوفت أمي، وزيها زي أي أم لحد فينا، هي أقرب واحدة ليك في العالم، وهي أول إيد تطبطب عليك، وبالتأكيد أول حضن بيطمنك، وأول حد بيجري عليك بلهفة واشتياق لما تكون غايب عنك. اتوفت وسابتني استكشف لوحدي ان الدنيا مش مستاهله، وكان اخر خيط يجمعني بيها هو اخويا اللي هو توفى هو كمان يوم 28/8/2024. ومن بعدهم يا صديقي ما بقاش فيه غير اللمه الكدابه، اللمه الكدابه وبس، اللمه الكدابه اللي هتلاقي فيها كل شخص حذرتك منهم امي وامك، وضيف عليهم اشخاص هي ذات نفسها ما كانتش تتوقع ان في يوم من الايام هيبقوا من ضمن قائمه اللمه الكدابه. اللمه الكدابه اللي ممكن تلاقي فيها ناس من لحمك ودمك لكن للاسف بينهشوا في عرضك، وقدامك بيقلبوا كتاكيت مش خوف منك، لكن هم عارفين انك انت كاسر عينيهم وعارف كل بلاويهم وعارف اولهم من اخرهم، لكن بتسكت عشان امك الله يرحمها، عشان امي وامك اكيد في يوم نصحونا بلاش نبادر بالشر. اللمه الكدابه اللي هتلاقي فيها الناس بتضحك في وشك وهي بتدخل ايديها في جيبك عشان يقلبوا الواجب منك لفرض عليك، عشان اللمه الكدابه اللي مش هتكون فيها معطاء وتطلع من جيبك طواعيه وتراضيهم هينهشوا فيك وفي اللي جابوك كمان. اللمه الكدابه اللي لو فكرت للحظه واحده انك تبان ضعيف قدامهم هينهشوك ويورثوك بالحياه. اللمه الكدابه اللي هتلاقي فيهم البجح، واللي هتلاقي فيهم اللي بألف وش، وفيهم اللي قالك وقال عليك، وفيهم اللي معاك عليك. اللمه الكدابه اللي هتلاقيهم فيها بيتكلموا عنك بكل سوء لحد اما يشوفوا منك اول جنيه، بعدها هيقولوا عليك الله يرحمه ده كان حبيبي وابن حبيبي وتاج راس، زي ما شفت للاسف الشديد في وفاه اخويا الله يرحمه. اللمه الكدابه يا صديقي ربنا ما حطهاش قدامك عشان تتكعبل فيهم وتكون واحد منهم في يوم من الايام، لا، اللمه الكدابه ربنا حطها في طريقك عشان يثبت لك ان امي وامك كان عندهم حق في يوم من الايام لما نصحونا وقالوا لنا ان واكل مال اليتيم لا تامن له على نفسك ولا على عرضك ولا على شرفك، لان عنده الحرام زي الحلال الاتنين بالنسبه له واحد. وخليك فاكر يا صديقي نصايح امي وامك لما نصحونا 1000 مره ان احنا نقف وعينينا قويه ولا نسمح لنفسنا ان احنا نكون لقمه طريه في يوم من الايام. نصحونا ان اللي يسالنا تلت التلاته كام نقول له واحد واحنا حاطين صوابعنا في عينيه، واللي تلاقيه بيجح قدامك اكسب، واللي تلاقيه بيحور افضح. المتعه الحقيقيه انك تسقف لهم كانك واحد من الجمهور عشان اول ما يشوفوك يلاقوك قاعد على كرسي الاخراج وانك انت اللي كنت عمال تحركهم زي ما انت عايز. واللي تلاقيه عامل ان قلبه عليك قول له سلامه قلبك وخده تاني عشان كاتم على انفاسك. انا عارف انك انت ممكن لما تسمع الكلام تفتكر ان انا بقصد ناس معينه في حياتي، لكن صدقني الناس المعينه دول موجودين في حياتي وحياتك وحياه معظم، بس الشطاره ان فينا اللي قافشهم وفينا للاسف اللي لسه مخدوع فيه. ما تامنش لحد يا صديقي من بعد امك وابوك، ما تامنش. عشان كده قلت لك في بدايه الكلام لو لسه عايشين روح قول لهم ربنا يخليكم ليا وخليك تحت طوعهم وتحت رجليهم، عشان دعوتهم الحلوه هي اللي هتحميك من ولاد الاحبه اللي حواليك. فربنا يرد فينا النخوه وينصر اخواتنا ويرحم امواتنا، اللهم امين يا رب العالمين. ونصلي على الحبيب لاجل قلبي وقلبكم يطيب، ومساء او صباح الخير حسب التوقيت اللي انت بتشوفني فيه.